والله ماكو مستهتر وبالحرام غيرك هال. لو ما خاف من الله لقشمرك. وانت القشمر وانت الغبي وانت الحيوان. هاي قدام العالم كله ساعينك، شو اللي من يمي؟ كان استحيت على نفسك يا هال. احسابك انا لو ما اخويا واثق فيك واريد افيدك انا ما اجي واقول لك. ما تفيدني هاي الفايده، كان استحيت على نفسك يا هال. ما حد دمر على غيرك انت وامثالك، فايده ما اريد لا منك ولا امثالك. ما حد دمرنا غيركم، قال له فشله قشامر. هاي الفلوس ما تقيمني يا هال، كان استحيت على نفسك. ايه صار شريف ونزيه براسي فوق مركب. مو شريف مو شريف، عيب استحي عيب، ما تقيمني. نزل ايدك نزل ايدك نزل. شو صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على النبي. انت ما تخاف من الله تضربه؟ مو اني ما اخاف من الله، هو ما يخاف من الله. جاء عرض علي عرض يخالف الله ويخالف القانون. قال لي كم بطاقه من ناخذ عندك؟ قلت له 6. عيب عليك استحي، شهر 300,000 وانطاني، ليش انا ابقى 300,000 مالك؟ تدي ابيع صوتي وضميري وابيع عائلتي وابيع الوطن على مود ال 50,000 مالك، على مود مرشح من طرفك فاسد. ادي يا جماعه البلد، شوفوا الاعمار، شوفوا التطور. تظلون بهاي العقليه. بس الحيوان والغبي والقشمر والما يفهم يبيع صوتهم 50,000 ويبيع هذا العراق العظيم اللي تعبت به القوات الامنيه، تعبت به الجامعات، تعبت به الناس البطله، نبيع صوتهم 50,000. كان استحيت على نفسك. ايش راح تغنيني 300,000 يا هال؟ ما نبت من سحت فالنار اولى به. عليه افضل الصلاه والسلام محمد يقول، وهذا الشيء راح تحاسب عليه قانونيا وحتى عند رب العالمين، عاد بيع ذمتك وضميرك. عيب عليك واستحي يا هال، كان استحيت على نفسك. لا تعرض لا علي ولا على غيري، لان هذا العراق ما تقيموا الفلوس، بلد الحضاره، وهاي الموصل قلب الحضاره وعراقه التاريخ. كان استحيت على نفسك. شو ما عندك زوجة اكثر مساء على برجعتك. صوتك مو للبيع، كافي يضحكون عليك بال50,000 والشنطه والبطانيه ام النمر. عيب عليك واستحي، هذا الشيء خالف الله سبحانه وتعالى ويخالف القانون. ولو هذا الشيء ما ممنوع ما كان بالغبويه والسريه يقول لك بيعني الصوت ب50,000، ما راح تغنيك ال50,000 ولا تغنيني. ولكن هذا العراق ما يتقيم بفلوس وبطانيه وعلى اساس اطلع لك راتب رعايه وانطيك شنطه مدرسيه. عيب عليكم استحوا، هذا الشيء حرام، يا تعرفون الحرام وبخيل ما يصلي على النبي.